النهارده معايا بطايه هعملها، وهعمل معاكم محشي ورق لفت، اول مره اعمله معاكم. هننزل كده في الحله بتاعتنا بحته زبده، ماشي، ومعايا التوابل اهي، ومعايا الخضار بتاعي اللي هحطه مع البطايه. هتقولي لي بتطبخي بط كتير ليه يا ام منى؟ عشان البط بصراحه بيبقى حلو وموفر شويه، اللحمه بتبقى غاليه معايا ملح، معايا فلفل اسمر، معايا كمون، معايا شويه جنزبيل، معايا قرفه خشب، معايا ورق لورا. هنزل بيهم على الخضار بتاعي. دي البطايه بتاعتي، طبعا شطفتها وغسلتها وظبطتها خالص بليمون بملح بطماطم بشويه جنزبيل بليمونه وشويه دقيق، وهنزل بيهم برده مع الخضار بتاعي. ماشي. كنت نسيت احط توم، فهنزل دلوقتي بحته توم بتاعي من اللي انا مفرزاه في الفريزر، ريحته حلوه زي الفل وجميل. هقلب الخضار بتاعي كده تقليبه كده، وبعدين هجيب البطايه بتاعتي. هنزل بقى بالميه بتاعتي، ميه تكون فتره كده او سخنه حسب ما انت يعني معلقه عليه. شايفين ده لف فلاحي بتاعنا اللي احنا بنخلله. طبعا تقدري تاخدي الورق بتاعه ده تعمليه محشي، بيبقى طعم جدا زي ورق العنب بالظبط، وتحطي عليه ليمون، وهنسلقه دلوقتي مع بعض. شايفين بتقطعوه بقى كده، بناخد الورق ده كده نسلقه، وبعدين نقطعه بقى حسب ما انت عايزه، وتعمليه محشي تحشيه. تاخديها عندي في الفريزر، طلعتها سخنتها وهعمل منها دلوقتي.